طب ايه الحل من وجهه نظرك؟ الحل الحل ان احنا اي حد بيحب النادي الاسماعيلي مش شرط يخش جوه النادي، لازم صاحب القرار ده يبقى واحد بيفهم في الاداره، يبقى واحد فاهم يعني ايه مشاكل النادي، مش هبقى بتكلم وبقول ونروح نقف قدام النادي وهنمشي المجلس ده مش المجلس ده، وتيجي انت تمسك توقع النادي. كل اللي بيجي يمسكه يعمل لك من بحر طحينه ويقول لك انا هعمل واسوي وهعمل، يخش يقول لك اصل انا اتفاجئت بايه؟ اتفاجئت بايه فعلا؟ كله بيخش كله يقول بيعمل لك اصل انا كده. اتفاجئت بقضايا اتفاجئت قديمه بايه؟ وقضايا المفروض ان انت احنا داخل. بنعاني. المفروض ان انت احنا بنعاني. داخل عارف ان في قضايا وعارف ان في وقف قيد. مفيش وعارف مجلس اداره من بعد العثمانيين الا لما تلاقي اعضاء مجلس اداره بيتخانقوا مع بعض. مهندس ابراهيم عثمان طبعا كذا ضيف كان معايا يقولوا لي برضه بيتخانقوا مع الكلام ده. بعض، بيتخانقوا جوه المجلس مع بعض وبيطلعوا يفضحوا بعض على طب الفضائيات. ايه السبب؟ ايه السبب؟ ما هل المشاكل دي مشاكل ايه؟ انا صاحب القرار، لازم انا اللي اقول، لازم انا ابقى طب المشاكل دي من وجهة نظرك بس عشان نوضح السؤال